اي حد بيفكر يسافر اول حاجه هيفكر فيها الشنطه، التاشيره، الاماكن اللي هيروح يزورها في البلد اللي هو رايحها. بس فكرت قبل كده في عادات وتقاليد وقوانين البلد اللي انت رايحها؟ هقول لك عن اغرب القواعد واللوائح اللي لازم تعرفها قبل ما تسافر. مدينه البندقيه الايطاليه اكتر واجهه سياحيه في العالم، بس اللي ما تعرفوش لو انت هناك واكلت الحمام في ميدان سانت ماركوس المشهور هيتقبض عليك وهتدفع غرامه خياليه. لو كنت عايزه تسافري اليونان في رحله استجمام من اللي هي، اول حاجه تاخدي بالك منها ان انت ما تحطيش في شنطتك شوز بكعب عالي، عشان مش هتعرفي تلبسيه هناك وانت بتتفسحي في المعالم التاريخيه. اليونان عامله حظر وغرامه كبيره لاي ست بتلبس كعب عالي. في تايلاند لو انت ماشي في الشارع وبالصدفه دوست على عملتهم هيتقبض عليك بتهمه جنائيه وممكن تتسجن لسنين، لان العمله التايلانديه عليها صوره الملك اللي الناس هناك بتحترمه قوي. لو رحت بقى سنغافوره وقررت تخش محل وتشتري البانه وتاكلها عادي كده زي ما احنا بنعمل واحنا ماشيين في شوارع وسط البلد، هتلاقي الشرطه بتوقفك وهتدفعك فلوس كتير كتير، لان القانون هناك بيمنع انك تاكل لبانه الا اللي معاه وثيقه طبيه باكلها. في الدنمارك لو عربيتك خلصت بنزين على الطريق السريع، وده بيبقى موقف بايخ جدا، ده كمان مخالفه للقوانين هناك اللي بيمنع التوقف التام على الطرق السريعه حتى لو البنزين خلص. انا اسماء مديان بجيب لكم اغرب الحاجات الموجوده في العالم. قولي في التعليقات لو في مواضيع حابب نتكلم فيها الفتره الجايه.